خير يا حسين، في ايه؟ عمالة اكلم ماما من الصبح نايمة وما بتردش عليا. طيب وايه المشكلة يا ابني؟ ما تسيبها، تلاقيها نايمة تعبانة ولا حاجة. يا بابا دي نايمة من امبارح لحد دلوقتي. ايه ده؟ معقولة؟ لا تعالى يا ابني نشوف في ايه. اصحي يا اعتماد، كل ده نوم؟ ما تصحي يا ولية. شفت يا بابا ما بتردش ازاي؟ ما انا قلتلك. طب اجري ياب بسرعة اتصل بالدكتور يجي يشوفها مالها ولا يخلينا ننقلها المستشفى. حاضر يا بابا. خير يا دكتور، طمنا، الحاجة مالها؟ عندها ايه؟ والله يا حاج انا عملت كل اللي اقدر عليه، بس للاسف المدام في غيبوبة. طب وهتقوم امتى منها يا دكتور؟ والله يا حاج انا عملت كل اللي اقدر عليه، ودي بقى حاجات بايد ربنا. يا دي النيلة السودا، طب انا هتصرف ازاي دلوقتي؟ ومين هياخد باله من البيت؟ ومين هياخد باله من العيال؟ معلش يا حاج، كله خير، ربنا ان شاء الله يقومها بالسلامة. بس انا كنت عايز اسأل كام سؤال كده يا حاج. اتفضل يا دكتور اسأل. هل المدام عندها اي امراض مزمنة؟ لا خالص يا دكتور. طيب هل هي بتاخد ادوية معينة مثلا لاي حاجة؟ او حتى حد زعلها؟ خالص يا دكتور والله، وما حصلش اي حاجة. طب حصلت لها الحالة دي قبل كده يا حاج؟ لا يا دكتور والله، دي اول مرة يحصل لها كده. خير يا حاج ان شاء الله. قولي بس هي عندها كام سنة عشان ما ادهاش اي علاج ممكن يضر بصحتها بزيادة. 40 سنة بالظبط يا دكتور. كداب يا دكتور والله.